مرحبا بنات، شلونكن؟ شخباركن؟ يا رب تكونوا بخير وعافية. فطور يوم 15 رمضان راح يكون تمن فاصوليا خضراء وتشريف دجاج. يلا نبلش. اوريدي اني بلشت يعني. الدجاج اني اسوي حمسة مال دهن وبصل، واخلي الدجاج طبعا غسلته غسل زين، خلي له توابل مالته، كركم وكاري شوية مو هواية، وملح، بصل عدل ونوم بصرة مطحونة أكيد. هنا أنا عندي الفاصوليا هاي مجمدة، أخلي لها قلاصين مي وملح وأخليها على النار تنسلق على راحتها، وأخلي بعدها أحمسها ويا الأشياء الباقية. هنا التشريب عندي راح أهدره وأكمله على جهة وأخليه يتسبك على راحته. ضفت له نوم بصرة وملح للمي بس، أي بهارات بعد ما أضيف، ولبلبي لين يحبون اللبلبي بالتشريب. وأني هاي طريقتي، اللي عنده غير طريقة فكل من وطريقته بالطبخ، مو شرط أني وإنتي وهي نتشابه بالطرق. أنا خليت طاوة حامية وأخلي بصل وفلفل أخضر بارد مو حار، اللي يحب يحط حرارة يحط فلفل أسود يكون أفضل من ما فلفل حار هيك، لأن هذا من ما يحب إنه حرارة زايدة. فأني خليت فلفل أخضر بارد، وإلى أن يتذبلون أخلي ملح على الفاصوليا وأخليها تستوي على راحتها. تستوي مو استاو تنمرد، يعني نص استاو، حتى بعد من نضيفها ويا الحمسة هم تاخذ استاو كامل. ذبل هنا أنا عندي البصل والفلفل، نضيف الطماطة، حبة طماطة واحدة كافية، لين احنا قليلين يعني ما سويت كلش هواي، حتى طلعت من عنده توزيعة وزاد من عنده. نضيف ما نخلي أي توابل على الحمسة إلى أن نكملهن كلهن. ضفنا الفاصوليا وراح أضيف المعجون وبعدها التوابل. راح أخلي ملح وفلفل أسود ونوم بصرة ورشة سبع بهار فقط مو أكثر، حتى لا يضيع الأطعام، أنا ما أحب أزيد بهارات. وبعد كل من وطريقته. دائما يسووها مرق، أنا بحياتي ما مسويتها مرق، يعني خايفة من تجربة الفاصوليا خضراء أسويها مرق، فدائما أسويها مطبق مال تمن هيك بهالطريقة. ونخليه يتهدر، خليه له نص قلاص مي، خليه يتهدر على راحته. طبخت التمن وكملته، ومن بعدها راح أقلي الدجاج وأبدي أطبق التمن. أطبقه قسم قسم، ما أضيفه كله وأضيف الحشوة فوقه، لأن خاف التمن أكثر من الحشوة فتصير يعني مو طيب، يفقد النكهة. فأني متوازن، أخلي شوية منه شوية منه إلى أن أكمل الكمية كلها بالتدريج. وعندنا واحد صغير ما ياكل تمن فاصوليا خضراء، فأخلي له، راح أخلي له تمن على جهة. وأهدره. عندنا إن شاء الله، عندي فيديو إن شاء الله باكر ينزل عن روحتنا للنجف. يوم الجمعة رحنا للنجف البارحة، زرنا ودعينا لكم، وكانت الروحة كلش حلوة، بس صارت بيها هواي شغلات راح أسولف لكم إياها إن شاء الله بالفيديو الجاي. هنا أنا كملت كل شي وطبقته، وراح أخليه على التهدير ربع ساعة تهدير. بعدها أسوي المحلبي. مقادير المحلبي ما راح أنطيكم إياها هسه بغير فيديو، لأن مو أنا اللي سويته. كمل الحمد لله والشكر فطورنا، وطلع الصينية بثواب أهلنا، وعلينا وعليكم بألف عافية. باي باي، نلتقي باكر بفيديو ثاني. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا